اركني لي بقى الزيوت الهندي على جنب وتعالي اقول لك على عظمه معموله في ازازه حرفيا. اول زيت يكون معمول محافظ قوي جدا لنمو الشعر واطاله الشعر، بيعالج التساقط، بيعالج التقصف والهيشان، الشعر التالف، الشعر المجهد، بيعمل كل حاجه حرفيا. لانه اول زيت يكون فيه ماده البانسينول بيور ومعاه 9 زيوت تانية مش موجودين في ازازه على بعضها. الزيت بتاع الهيبتا بانسينول وده فيه كمية زيوت جديدة زي زيت بذور الكزبرة ودي بتساعد على تقوية جذور الشعر. في كمان زيت الفستق فيه كمية بيوتين بيغلف الشعراية وبيعيد إصلاح الروابط اللي تلفت فيها. في كمان زيت اسمه زيت الفليفلة وده زيت من الزيوت اللي بتحفز الدورة الدموية فبتسرع من نمو الشعر وإطالة الشعر. زيت النعناع بيعمل نفس الحكاية. في زيت الشيا وزيت الأرجان وزيت المارولا ودي كلها زيوت بتعالج تلف الشعر والشعر المجهد، بيساعد على إطالة الشعر وترطيبه ترطيب عميق جدا. في كمان البيتا سيكسترول ودي بتعالج تساقط الشعر. زيت جنين القمح بيقوي جذور الشعرايه وبيساعد على الاطاله وبيعالج تلف الشعر. وزيت بذور اليقطين لوحده ده حكايه لانه فيه فيتامين الف وه وكاف وفي كمان زنك، يعني محفز قوي جدا لنمو الشعر واطاله الشعر. وكمان بيساعد على علاج الروابط يا جماعه اللي تلفت جوه الشعرايه. ما بالك بقى لما تستخدمي كل الزيوت دي مع بعضها في ازازه واحده، فرقها على شعرك هيبقى خرافي. من احلى الحاجات اللي ممكن تدخليها جوه روتين شعرك علشان تعالجيه وفي نفس الوقت تساعدي على الاطاله والتحفيز.